السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدي قناة أخبار المغرب الكرام في هذا التقرير الإخباري الخاص. نوافيكم فيه بآخر المستجدات الميدانية من قلب الأحداث. تشهد منطقة وادي سبوح حالة استنفار قصوى جراء فيضانات المغرب اليوم، حيث تسببت الأمطار الغزيرة وتفريغ حمولات سد الوحدة في ارتفاع كبير لمنسوب المياه، وقد أدى هذا الوضع إلى تسجيل فيضانات سيدي قاسم التي استدعت تدخلا عاجلا من السلطات لحماية الأرواح والممتلكات. وفي إطار متابعة أخبار المغرب اليوم، باشرت السلطات في إقليم سيدي قاسم عمليات إجلاء واسعة شملت آلاف الأسر في جماعات المكرن والحوافات، مع استمرار فيضانات المغرب اليوم في تهديد الدواوير المجاورة. تعمل القوات المسلحة والدرك الملكي والوقاية المدنية ميدانياً لتأمين السكان وتوزيع المساعدات. ومع استمرار حالة التأهب لمواجهة تبعيات فيضانات المغرب اليوم، تواصل لجان اليقظة مراقبة الوضع الهيدرولوجي للوادي عن كثب، خاصة مع التوقعات الجوية التي تشير إلى استمرار التساقطات المطرية في الأيام القادمة. إلى هنا نصل إلى نهاية جولتنا الإخبارية. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.